يمثل سوق الميدان الشهير وسط العاصمة السورية شريان حياة لم يتوقف عن النبض، ويواصل السوق تحديه الكبير للحفاظ على نمط الحياة الدمشقية التقليدية رغم الأزمة. لا ميدان من دون أبو عرب حيدر. الحلواني العتيق صار ركن السوق الدمشقي التاريخي، ورمضان يغزل من عام لعام حلواه نمورة وشعيبيات، وتدور جيلا بعد جيل بين أيدي الأحفاد بعد الجد وعلى بسطات الميدان. سوق الميدان دائما معجوق ودائما مطلوب، لأنه في كل احتياجات الناس، بيلبوا احتياجاتهم كلياتها، من الحلويات للخضرة للحمة. يعني شو المواطن اللي بيجي على الميدان شو ما بيحتاج بيلاقي فيه. الميدان وجوه لم تبارح حانات أزقته منذ سنين. الميداني أبو ناصر يسقي السوق شراب العرقسوس منذ 15 عاما. الصنعة أتقن أسرارها أبا عن جد، وأتقن حتى الدعاء لشاريها، ويحلو العطش في سبيله في رمضان. أنا صار لي 15 سنة بشتغل بهالمصلحة. أنا هاي على مر السنين السوس متعارف عليه برمضان دائما. يعني وجبة الإفطار لازم تكون مع وجبة الإفطار سطل سوس. يعني أهل الميدان عاداتهم وتقاليدهم القديمة هي ما تغيرت. يعني الميدان ساحة التمرين الدمشقي في التشاطر بالمفاصلة، وفرصة لإرضاء النفس بتسجيل نقطة على البائع الميداني البارع. أما تحليق الأسعار عاليا فلا تحول دون التبضع أو الشراء من أكثر أسواق دمشق التصاقا بوجدان السوريين وطقوسهم الرمضانية. رمضان اللي فيه عالم كتير غير أيام العادية. الواحد فينا ياخذ كل أغراضه. طبعا البيئة الدمشقية بتتجلى هون. يعني الأكل والشرب طيب من هون، كل الشيء على أصوله، يعني مميز. يعني وسبحان الله، يعني بتحل تذكري أيام زمان فيها. الناس لا تأتي الميدان للشراء فحسب، فالدمشقيون يرون في ازدحامه مؤشر الطمأنينة إلى نجاتهم، وخلف بسطاته وحوانيته وهتاف باعته تستمر الحياة. شكل سوق الميدان تحدياً كبيراً لاستمرار نمط الحياة الدمشقية، وخاصة منذ بداية الأزمة، من حيث أنه مركز للتبادل بين أبناء الأحياء، وأيضاً بارومتر لتدفق الشرايين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لدمشق. من سوق الميدان في دمشق، ديما نصيف، الميادين.